أنا اسمي إيمان، عندي 25 سنة، متجوزة من 4 سنين. اسمعوا اللي حصل للآخر علشان أنا مش عارفة أتصرف إزاي. اتجوزت عن حب. جوزي بيشتغل محاسب في شركة كبيرة، وكنا بنحب بعض جدا قبل الجواز، وعايشة معاه حاليا في بيت أهله في منطقة شعبية في القاهرة. معايا طفلة واحدة منه، لأني كنت خلاص بفكر أنفصل عنه، والسبب في كده جوزي، وإني يعني ما كنتش عايز أخلف منه تاني. والسبب اللي خلاني عاوزة أنفصل عنه إني ما بقتش بصراحة برتاح معاه خالص، يعني زيه زي قلته، لدرجة إني كرهت موضوع النوم ده، وحاسة إني محرومة جدا، لأن جوزي للأسف ضعيف قوي قوي ومش بيقدر يكمل معايا. وبصراحة هو كان بيعمل اللي يقدر عليه، بس هو للأسف طاقته كده، لدرجة إن كان بياخد يعني حاجات ووصفات زمايله كانوا بيقولوله عليها، بس للأسف ما كانتش بتجيب معاه أي نتيجة. أنا عذراه طبعا وعارفة إن دي حاجة مش بإيده، بس أنا كبنت أو كواحدة عندي 25 سنة ومش مستمتعة بحياتي ولا بأنوثتي، ذنبي إيه؟ أنا الحمد لله جميلة جدا وجسمي حلو جدا، لدرجة إني بشوف ده في نظرات الناس اللي بتعامل معاهم، يعني في الشارع، سواء البياعين أو الناس اللي في الشارع وهما بيبصوا عليا وأنا ماشية. ده غير المعاكسات والكلام اللي بيتألف في الشارع. كل ده وأنا مستحملة مع جوزي 4 سنين، بس فعلا خلاص ما بقيتش قادرة، لدرجة إني عشان يعني أحاول أعمل اكتفاء لنفسي بقيت أدخل على النت وأتفرج على أفلام أول ما جوزي ينزل على الشغل، وبقيت بتمنى أكون مكان واحدة من اللي موجودين في الفيلم. نفسي في مرة أعيش الإحساس ده ولو لمرة واحدة في حياتي. جيت في يوم وصرحت جوزي وقلت له خلاص أنا بصراحة مش مرتاحة ومش قادرة استحمل الوضع اللي أنا فيه ده. لقيته سكت كده وقال لي طيب اديني فرصة بس وأنا هحاول أحل الموضوع ده، بس بلاش طلاق علشان خاطر بنتنا. قلت له أنا اديت لك فرص كتير، بس فعلا خلاص أنا جبت آخري، وعموما ما تخافش أنا مش هقول لأهلي على سبب الطلاق. راح قال لي لأ وأنا ما استغناش عنك واديني بس فرصة. قلت له ماشي. ساعتها كنا في نص شهر 12. المهم على يوم الخميس اللي قبل راس السنة قال لي إن في واحد صاحبي ومراته هيجوا عندنا علشان أنا أعزمهم. قلت له أنت أصلا مش متعود إنك تعزم حد من أصحابك يعني هنا في البيت. قال لي ما هو بيعزمني وكده، فأنا عايزة أرد لهم العزومة يعني وكده. قلت له حاضر مفيش مشكلة، هعمل لهم أحلى أكل علشان خاطرك. وفعلا جه يوم العزومة وكان جوزي ساعتها في الشغل، ورجع يوم بدري كده شوية لأني مروقة الشقة ومظبطة الدنيا كلها وكده. قال لي هيجوا على الساعة 7 بالليل. وفعلا على الساعة 7 كده لقيت جوزي بيكلم حد في التليفون وبيقول له طيب أنا هنزل لك دلوقتي. وبعدها ب5 دقايق لقيت الجرس بتاع الشقة بيرن. رحت فتحت الباب، وساعتها كنت بشعري بحسب جوزي بس هو اللي على الباب، ما كنتش أعرف إن جوزي وصاحبه ومراته هما اللي ورا الباب. المهم فتحت لهم وشافوني طبعا كده بشعري. رحت دخلت بسرعة لبست الطرحة وخرجت، رحبت بيهم، وبعدها دخلت المطبخ علشان أجهز الأكل. وبعد ما حطيت الأكل وقعدنا علشان ناكل، اللي لاحظته إن صاحب جوزي ده ما شاء الله يعني طول بعرض ولبسه شيك جدا ومهتم بنفسه قوي. فقلت في بالي أدي الرجالة ولا بلاش. المهم حطيت الأكل على السفرة واحنا بناكل كده، جوزي عرفني عليهم. هو بيقول لي إن ده صاحبه وكان شغال معاه في شغله القديم قبل الشركة اللي هو كان شغال فيها دلوقتي. قعدت أقول في بالي طيب هو إيه اللي فكروا بيه دلوقتي ويخليه يعني يعزمه في البيت. قلت أنا مالي، هو حر. واحنا بنتكلم مع بعض يعني بعد ما تعرفنا على بعض واحنا قاعدين بناكل، حسيت إن صاحب جوزي بياكل وهو عينيه عليا، عينه عليا قوي ومركز معايا، مع إني يعني مراته جنبه بس هي مش واخدة بالها. ساعتها أنا اتوترت قوي وما عرفتش آكل. المهم بعد ما خلصنا أكل وقمنا دخلنا قعدنا في الصالون. جوزي قام وراح نده عليا، فرحت له وقال لي أنا هنزل أشتري حاجة ساقعة وبعد كده هشتري بن علشان تعمل لنا شوية حاجات كده نشربها يعني في البيت وكده واحنا قاعدين. قلت له ماشي. جوزي نزل من هنا ومرات صاحبه دخلت الحمام، وبقيت قاعدة أنا وصاحبه لوحدنا في الصالون. لقيته بيقول لي ذوق اللي مختار الألوان بتاع الشقة دي هايل قوي. قلت له أنا اللي مختارة الألوان دي كلها. قال لي ذوقك حلو قوي، يا بخته بيكي. قال لي لو أنا أعرف إني هكون مرتاح نفسيا هنا كنت طلبت منه يعزمني عنده من زمان. وقلت له والله كل ده علشان الألوان اللي في الشقة عجبتك؟ قال لي بصراحة الألوان اللي في الشقة وحاجة تانية.
قلت له ايه هي الحاجة التانية اللي عجبتك؟ ملحقش يرد عليا. كانت مراته خرجت من الحمام وانا هتجنن واعرف منه ايه اللي عجبه تاني. بعدها بشوية جوزي كان طلع وقدمت لهم الحاجات يشربوها، وكان يوم حلو جدا بصراحة، خصوصا ان مفيش حد او قليل قوي يعني لما حد بيجي بيزورنا ويقعد معانا. وعلى الساعة 10 كده ونص بالليل مشيوا، وانا بصراحة يعني صاحب جوزي ما كنتش حابة ان هو يمشي، خصوصا اني عاوزة اعرف ايه اللي عجبه ملحقش يقولهولي. المهم مشي وجوزي دخل ينام، وانا روقت الشقة كده ودخلت علشان انام جنب جوزي. بس انا متعودة قبل ما انام امسك الموبايل كده افتح الفيسبوك شوية، افتح الفيس شوية كده اقلب فيه وبعدها انام. وانا نايمة جنب جوزي وفاتحة الفيس وبقلب فيه لقيت ظهر لي اصدقاء مقترحين، ومن ضمنهم لقيت حساب صاحب جوزي اللي كان قاعد معانا، معرفش ازاي. فقعدت افكر ابعت له طلب صداقة ولا لا، خفت لحسن يقول لجوزي بصراحة وتبقى مشكلة. فدخلت على الحساب بتاعه وقعدت اتفرج كده على الصور بتاعته، وبصراحة يعني اعجبت بيه قوي، ورحت بعتله رسالة كده بس من غير ما ابعت له طلب صداقة، وقلت له ازيك. المشكلة ان بعد حوالي 3 ايام ما شافش الرسالة علشان احنا مش في الاصدقاء مع بعض. في اليوم الرابع لقيته بعتلي قال لي الحمد لله. مين؟ قلت له طبعا مش هتفتكر، فكر كده وقولي. وطبعا انا اصلا مش حاطه صورة على الفيسبوك بتاعي، فهو ما عرفش مين اللي بيكلمه. راح قال لي والله مش فاكر، ممكن يعني تقولي انت مين؟ قلت له انا اللي انت عجبك ذوقها في الالوان. قال لي ازيك. قال لي عرفت الاكونت بتاعي ازاي؟ قلت له والله ظهر لي في الاصدقاء المقترحين. قلت له انا بعتلك مخصوص علشان اعرف ايه اللي عجبك تاني غير الوان الشقة. قال لي طيب معلش علشان بس انا دلوقتي في الشغل، هروح البيت وهكلمك. قلت له بس اهم حاجة جوزي ما يعرفش اني بعتلك حاجة علشان ممكن يعمل لي مشكلة. قال لي لا اطمني. هو بقيت مستنياه يبعتلي، وعلى اخر اليوم سمعت صوت رسالة، فروحت علشان افتح الرسالة لقيته بعتله بيقول لي الحاجة التانية اللي كانت عجباني هي انتي. سكت ومعرفتش ارد اقوله ايه، وفي نفس الوقت كنت فرحانة قوي ومرضتش ابينله اني فرحانة بكلمته دي. رحت بعتله قلت له كلك ذوق، وفضلنا نتكلم تقريبا كل يوم لمدة اسبوع، وجوزي ما يعرفش اي حاجة. وفي وسط الكلام كانت المفاجأة، قال لي انت شكلك بنت حلال قوي وطيبة، وانا عاوز اصارحك بحاجة. قلت له حاجة ايه؟ قال لي على فكرة جوزك حكيلي على المشاكل اللي بينك وبينه. قلت له مشاكل ايه؟ مشاكل ايه اللي حكي لك عنها؟ قال لي كل حاجة. هو قال لي انك اخر فترة كنت طالبة منه الطلاق. قلت له انت صح كلامك مظبوط، بس ازاي يحكي حاجة زي كده لحد غريب؟ قال لي على فكرة كمان هو السبب في اننا قريبين من بعض دلوقتي. قلت له يعني ايه؟ قال لي بصراحة يعني جوزك طلب مني حاجات ما ينفعش ان انا اقولها لك، بس انا لما دخلت بيتك حسيت انك ما تستاهليش كده. فقلت له طب هو طلب منك ايه؟ مرضيش يقولي، وقال لي باختصار علشان ما ندخلش في تفاصيل، قال لي جوزك مش راجل، وانا مش هوضح اكتر من كده. قال لي المهم دلوقتي اني انا اتعرفت عليكي وبقيتي شاغله كل تفكيري. وقلت له طيب ومراتك اللي جت معاك ديت وقعدت عندنا؟ قال لي دي اصلا مش مراتي. قلت له انت بتقول ايه؟ قال لي اللي جت معايا دي عندكم ديت مش مراتي. والله ما مراتي، وقعد يحلف لي بالله، وقال لي ان دي كانت واحده زميلتنا يعني، وكانت جايه كده تقضي معانا اليوم علشان انت تصدقي انها مراتي وكده. قال لي عموما ما تشغليش بالك، بس هي مش مراتي وانا اصلا مش متجوز. قلت له خلاص ماشي تمام. هو من ساعتها هو كبر في نظري قوي بعد ما صارحني بالموضوع بتاع جوزي ده، وجوزي نزل من نظري قوي لدرجه اني اصلا خلاص فعلا ما بقيتش شايفاه ولا بعمل له اي حساب في اي حاجه. فضلنا نتكلم انا وصاحب جوزي شات ومكالمات كل يوم لمده 3 شهور، وجوزي ما يعرفش ان في بينا اي حاجه، لدرجه ان احنا بقينا يعني بنحب بعض جدا. وانا اتعلقت بيه قوي وبقيت اتمناه يكون جوزي. حسيت ان هو مالي عيني قوي، فلقيته بيقولي على فكره انا شكلي هوافق على اللي جوزك طلبه مني. قلت له ايه اللي كان طالبه منك؟ قال لي اننا نكون سوا مع بعض. قلت له هو طلب منك كده؟ قال لي اه، بس انا رفضت، بس بصراحه انا حبيتك ونفسي فعلا اكون معاكي. وقال لي انا عاوزك تعملي اللي انا هقولك عليه بالظبط. قلت له اعمل ايه؟ قال لي عاوزك الكام يوم اللي جايين دولت تفضلي تشتكي منه وتقولي له انك مش مرتاحه وانك يعني عاوزه تتطلقي، وانا من الناحيه التانية هقول ان انا موافق اني اجي عندك واكون مع مراتك، وساعتها هشوف هيقول لي ايه. قلت له ماشي. وفعلا بقيت ان انا اتلكك معاه كده واعمل مشاكل
وطلبت منه الطلاق، وكنت هددته خلاص اني انا هسيب البيت. بعدها بيوم لقيت صاحب جوزي بعت لي رسالة بيقول ان هو كلمه وان جوزي موافق ان هو يجي عندنا. وفعلا بعد 3 ايام لقيت جوزي بيقول لي فاكرة صاحبي اللي كنا عزمناه عندنا قبل كده؟ قلت له فاكراه، ماله؟ قال لي هيجي عندنا بعد بكرة. طبعا انا عملت نفسي مستغربة وقلت له هيجي ليه؟ قال لي علشان هو يعني بيفهم في الدش وكده، وفي قنوات رياضية كده انا عاوزها تشتغل عندي وهو هيشغلها لي. فقلت له خلاص ماشي مفيش مشكلة. طبعا انا فهمت اللي فيها وعرفت هو بيقول كده ليه. وجه يوم الخميس اللي حبيبي هيجي لي فيه، وجوزي فاكر اني معرفش اي حاجة، بس هو اللي طلع مغفل، وصاحب جوزي هو اللي بقى حبيبي. اول لما جه الساعة 6 بالليل دخل الأوضة اللي فيها التلفزيون، وبعدها ب10 دقايق لقيت جوزي خالد بيقول لي ان في حاجات محتاج يشتريها للدش وكده علشان القنوات الجديدة دي تشتغل عندي، وقال ان هو هينزل يجيبها. فعملت ساعتها ان انا عبيطة وقلت له طيب وصاحبك ده هتسيبه هنا؟ قال لي ما تقلقيش، هو يقعد بس في الأوضة يستناني. قلت له ماشي، ونزل من هنا وقفل باب الشقة وراه. ولقيتني داخلة لحبيبي الأوضة، لقيته قام وقف وبيضحك لي قوي، فرحت مقربة منه، راح واخدني في حضنه. ولأول مرة في حياتي أحس إن في راجل بجد حاضني. حسيت إن دبت في إيده لدرجة إني ما بقيتش قادرة أقف على رجلي، أعصابي كلها ثابت. وفضل يعمل كل حاجة كنت محرومة منها، وفضل معايا حوالي ساعة. وأنا أقول له جوزي ممكن يطلع دلوقتي، قال لي لا متخافيش، جوزك مش هيطلع إلا لما أنا أرن عليه. لأول مرة أحس بأنوثتي، وأول مرة أحس إني بجد ما كنتش متجوزة، أول مرة أعيش الإحساس ده واستمتع بيه. بعد ما خلصنا قمت وخدت دش وغيرت هدومي، كان هو رن على جوزي، وجوزي طلع ودخل قعد معاه في الأوضة. وبعدها بساعة مشي، وأنا دخلت نمت لأني كنت خلاص مش شايفة أي حاجة قدامي، وجسمي كان همدان قوي. واليوم اللي بعده فضلنا نتكلم على النت، ولقيتني بقوله أنا ما أقدرش أستغنى عنك، أنت لازم تيجي عندنا على طول، معرفش إزاي ولازم تتصرف. وفعلا بقى يظبط كده مع جوزي ويجيلي كل أسبوع ساعة لحد النهاردة. وده اللي بقى مصبرني على جوزي، ما بقيتش أطلب منه الطلاق، بس بقى بيجي عليا أوقات بحس إن أنا يعني اللي فيه ده غلط وما ينفعش إن هو يحصل. وفي نفس الوقت لو صاحب جوزي دوت ما جاليش أو يعني اتأخر عليا بحس إني هتجنن، لأني خلاص اتعودت عليه قوي وما بقيتش أرتاح إلا معاه، لأنه بقى بيعمل كل حاجة معايا، وهو اللي بقى محسسني إني أنا فعلا متجوزة. أنا دلوقتي علشان أمشي صح بفكر إني أتطلق من جوزي وأطلب من صاحبه إن هو يتجوزني. بس قبل ما أعمل كده اللي شايف اللي أنا بعمله ده غلط، وصاحب جوزي دوت عمره ما هيوافق إن هو يتجوزني، يعرفني في التعليقات ويقول لي أعمل إيه. طبعا مستنية نصائحكم وتعليقاتكم، لأني بجد محتارة، مش عارفة، مش عايزة أفضل كده ما بين جوزي اللي ملوش أي 60 لازمة وبين حبيبي اللي نفسي أعيش معاه بقية عمري. أرجوكم حد يقول لي أعمل إيه.